السلام عليكم. في البدايه كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا في الشتاء، وفي كام حاجه كده الواحد انا بروح اصلي، فبتكون في اكتر من حاجه كده عايز اعرف الحقيقه فين. بسمع كتير فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك عشان اعرفهم، مش بكون عارفهم. الحاجات اللي هي انا مثلا عايز اصلي بالشراب، وامتى اقدر اصلي وقت طويل، وكم ساعه وكم فرض اعرف اصلي وانا لابس الشراب. فان شاء الله يشرفني ويسعدني اللي يكون معايا الشيخ علاء ابراهيم النهارده على صفحتي، نعرف نستفيد منه ونعرف منه الكم معلومه دي بجد، ونكون على واقعيه من غير السوشيال ميديا ومن غير اي يوتيوب ولا اي مكان. وطبعا زي الحاجات دي زي ما انا اكون عايز اعرفها، فاتمنى برضو اي حد بيشاهدني ممكن يكون بيحصل معاه نفس الغلط ده وما يكونش عارفه فين. فاتمنى ان شاء الله النهارده نعرف نستفيد كلنا من وجود الشيخ علاء معانا. اتشرف بيك يا شيخ علاء معايا على صفحتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أهلا وسهلا بك أخ علاء، ونشرف بك وبالأخوة المتابعين معك. الله يبارك فيك. الموضوع باختصار شديد: المسح على الخفين أو الشراب أو الحذاء. هذه رخصة من الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، لا ترتبط بالشتاء وفقط، وإنما تكون في الشتاء والصيف والربيع والخريف، في السفر والحضر، للرجال والنساء. رخصة من الله تبارك وتعالى لك أن تستخدمها في أي وقت، بس عايزين نعرف الصح. أهم شيء يكون بشرطين أو ثلاثة. أول هذه الشروط أن أنت لما تلبس الشراب تلبسه على وضوء أو على طهارة. الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المغيرة بن شعبة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن ينزع حذاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يقبل لو أنت عايز تمسح على الشراب أو الخف أو الحذاء قبل ما تلبس الشراب لابد وأن تكون متوضئا، أي تلبس ذلك على طهارة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: هذا الشراب أو الخف أو الحذاء لابد وأن يكون ساترا لمحل الفرض. يعني إيه محل الفرض؟ اللي هو الكعبين. يقبل لو الشراب صغير أسفل الكعبين ما ينفع نمسح عليه. يقبل لابد وأن يكون هذا الشراب أو الخف أو الحذاء ساترا لمحل الفرض، يعني يغطي الكعبين فما فوق. كان الصغير بتاع الايام دي بتاع الشباب ده ما يظبطش، لأنه تحت الكعبين ما ينفع. فالشرط الأساسي لأنه غسل الرجلين فرض من فرائض الوضوء، وأنت بتمسح بتنوب عن هذا الفرض، فلا بد وأن يكون هذا الشيء الذي تمسح عليه لابد وأن يكون ساترا لمحل الفرض، يعني الكعبين فما فوق. تمام. اقدر اصلي بيه كم فرض؟ الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليهن. بالنسبة هنا للمقيم أي واحد يعني موجود في مكانه في بلده لا بد وأن يكون يوم وليلة. تمام. طب بالنسبة لو أنا واحد شغال في المعمار أو مسافر أو في أي مكان ومش عايز يعني مفيش عندي وقت إن أنا أخلع الحذاء، عادي أصلي بيه؟ سؤال مهم جدا. الصلاة في الحذاء وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد البر، الإنسان في عمله في المعمار حتى في بيته يجوز للإنسان أن يصلي في حذائه بشرط أن يكون هذا الحذاء طاهر. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بحذائه، وصلى الصحابة خلفه بالحذاء بنعالهم، وفي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة نعالهم. بعد ما انتهى النبي قال: ما الذي حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا نعالنا يا رسول الله. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قذر أي نجاسة فخلعتهما. يبقى الشرط الأساسي للصلاة في الحذاء أن يكون هذا الحذاء طاهرا. طبعا يجوز لك أن تصلي في البر، في العمل، في البيت، في أي مكان. طبعا المساجد يجوز الإنسان أن يصلي فيها، ولكن في وقتنا الحالي المساجد مجهزة بالموكيت وما شابه ذلك، فلا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يدخل المسجد بنعليه. لكن إذا كان هذا المسجد من تراب أو على حصير أو ما شابه ذلك يجوز أن تصلي في أي مكان بالحذاء
بشرط أن يكون هذا الحذاء طاهرا. شكرا جدا، واتمنى اكون ما تاخرتكش النهارده، وان شاء الله يكون في معلومات تانية الفتره الجايه نعرفها مع بعضينا، وان شاء الله باذن الله صفحه الشيخ علاء اخليها لكم فوق الفيديو او تحت الفيديو، مش عارف هتكون فين. واتمنى تتابعوا الشيخ علاء ان شاء الله، يعمل فيديوهات كتيره جدا الفتره الجايه مكثفه، حاجات كتيره ممكن تكون الناس مش عارفاها، او ممكن تكون بعض المعلومات فيها مغلوطات شويه، فاتمنى تتابعوا الصفحه بتاعته، وان شاء الله تكون بدايه موفقه. شكرا جدا يا شيخ علاء. حياكم الله أخ علاء، بارك الله فيكم، وعسى الله سبحانه وتعالى أنه ينفع بإذن الله تبارك وتعالى بهذا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. ان شاء الله. السلام عليكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد.